السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، سعيد بلقائكم مرة أخرى في حلقة جديدة ضمن محتوانا المتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية. وأنا في الطريق ارتأيت أن أمر عليكم بفيديو متعلق بما وصلت إليه الجزائر عقب إمضاء صاحب الجلالة اتفاقيات اقتصادية كبرى بالإمارات عقب زيارته الميمونة لدولة الإمارات الشقيقة، والتي تجسد من خلالها أواصر المحبة والعلاقات السياسية التقديرية المهمة. ففي حلقة اليوم إخواني أخواتي سأعمل على وضعكم في الصورة من خلال سرد طبيعة الاتفاقيات التي همت مختلف القطاعات الحيوية خصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. حلقة اليوم سنعمل على كشف المستور من خلال ما تطرقت إليه وسائل الجزائرية، وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية، والتي خصصت حيزا كبيرا في مواضيعها للزيارة الملكية لدولة الإمارات. الكل يعلم على أن خطاب صاحب الجلالة الأخير قد تطرق في أهم مضامينه على الانفتاح على الأطلسي وإعطاء فرصة لدول الساحل والغرب الإفريقي للاستفادة في شراكة اقتصادية، في تآلف اقتصادي بين الدول الإفريقية المشكلة للنواة الاقتصادية لأوروبا وللدول الكبرى. الحديث هنا يجرنا إلى بوركينا فاسو، ويجرنا إلى مالي وإلى النيجر وإلى الغابون وإلى ساحل عاج ومالي والسنغال، وما تشكل هذه الدول الإفريقية من واحد البيبينية، واحد المستنبت، واحد المشتل لثروات طبيعية باطنية من الذهب واليورانيوم وإلى ما غير ذلك. إذن الفحوى أو لا فيزيون ديال صاحب الجلالة في خطابه من خلال الدعوة للانفتاح والاستفادة من المحيط الأطلسي، والدعوة للدول الغربية اللي أنفاس مع المحيط الأطلسي من أجل الانضمام في هذا المخطط الاقتصادي، بعد الاتفاقيات مع الإمارات كطرف داعم ممول باقتصادات تهم مشاريع، تهم الصناعة البحرية وصناعة السفن، تهم التنقيب، تهم البنية التحتية، تهم المطارات، تهم السكك الحديدية لربط دول إفريقيا مع المناطق الجنوبية للمملكة. إذا بهذا النوع من الاتفاقيات المغرب يؤكد على سيادته على أقاليمه الجنوبية، ويؤكد للمنظمة الدولي على أن أموال تستثمر في تلك المناطق كأنها جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. بالإضافة إلى هذا إخواني أخواتي، وجب الحديث على أن ما تروج إليه الجزائر في غرجبيلات، المنجم اللي يقع بمدينة تندوف المغربية في إطار صحراءنا الشرقية، أدرار، تمرناس، بني صالح، العديد من المناطق التي كانت جزءا لا يتجزأ من الدولة المغربية في فترة الاستعمار وما قبل الاستعمار الفرنسي للبلدين. إذن إخواني أخواتي، غرجبيلات هذا الإشكال اللي كيتلوح به البوليساريو بغات تستافد هي من هذه الثروات بحكم انتمائها لهذيك المنطقة ديال تندوف، ومراوغة الجزائر عبر سعيها للاستفادة من هذا المنجم ديال الحديد اللي جاء بمحاذاة مخيم الداخلة، المخيمات الشتات اللاجئين الصحراويين المفقرين المجوعين من داخل التراب المغربي اللي سلب من طرف المستعمر الإسباني. وهذا ما تؤكده مواثيق دولية التي تؤكد على أن سكان تندوف في فترة 1962 تقدموا بطلب للسلطات الفرنسية في إثر الإحصاء التي تقدمت به للاستعمار الفرنسي، فقرروا على أنهم ينتمون للمملكة المغربية الشريفة. إذن رجوعا إخواني أخواتي لصلب موضوع هذه الاتفاقيات وما ستشكله من طفرة حقيقية في الاقتصاد ديال المنطقة والاقتصاد ديال الإقاليم الجنوبي للمملكة. الحديث هنا حديث عن طيران، عن سكك حديدية، عن صناعة السفن، عن مبادلات تجارية، وكذلك عن تعمير مدينة القويرة. الكل كيعرف كيقول والمغرب واحد من طنجة للقويرة. واش عمرك عرفتي القويرة فين كاينة؟ الحدود الجغرافية، العائق الوحيد الذي حال دون تعميرها، وكيفاش مسائل اقتصادية، مسائل سياسية تربط المغرب مع موريتانيا. إن مشى المغرب تعمر القويرة، نواديبو، ملي كنقولوا نواديبو كنقولوا اكبر الميناءات التجاريه والاقتصاديه على مستوى موريتانيا. هو مناش كيجي هذاك اطول خط سكك حديديه ليه؟ لاش كيجيو كيكب دوك البقايا ديال الحديد وكيتصدر تما للديستيناسيون ديالو. بالتالي المغرب الفو تعمر مدينه القويره والفو تدار فيها شي اسطول بحري او شي ميناء اقتصادي
غادي يأثر بالسلب على الاقتصاد الموريتاني، وهذا ما يخشاه محمد الغزواني اللي بالحربائية ديالو جعل من المغرب أن يتقدم بخطوة تحسب له بتعميرها وبإعطاء فرصة للمغاربة في الاستفادة من بقع أرضية ومن مساكن مجهزة حتى يتسنى لهم استفادة وتأكيد مغربية صحرائهم وتأكيد ما يرددونه من شعارات من طنجة إلى القويرة. هذه هي البرومي أكت. لا دوزيام أكت سو كيل فو كومبروندر سي المستوى المعيشي اللي غادي تعرف واحد الانتعاشة كبيرة على مستوى الأقاليم الجنوبية في ظل هذه المشاريع هادو. لا تخوازيام دي شوز بأن المغرب غادي يستافد من هذه الاتفاقيات الإماراتية المغربية من خصوص الغاز اللي انبوب الغاز اللي جاي من النيجر من نيجيريا نحو المغرب من خلال تمويل جد مهم لهذا المشروع. وبالتالي الهيدروجين او تزويد الجرف الاصفر في اطار صناعه الاسمده وفي اطار تخصيب اليورانيوم، المغرب غادي يعرف واحد الثوره تكنولوجيه، واحد التصدير ديال اليورانيوم، واحد النوع من تأكيد الذات على مستوى تصدير الطاقة الدرجة الأولى، تصدير الهيدروجين وكذلك تصدير اليورانيوم. بمعنى المغرب غادي يصبح جملة مهمة من الجمل الاقتصادية العالمية، وغادي تبقى الجزائر بنواحي كلابها وبعويلها لا تسعى سوى أن تركض خلف الحافلة التي تسير والتي يقودها صاحب الجلالة بفخر وبتأكيد وبثقة عالية. قوامها شعارنا الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للجزائريين نظاما وعسكرا وحكومة سوى أن تجعلوا من المغرب مثالا يقتدى به، وأن تخنعوا وتخضعوا لما سعى إليه الملك من مديد الصلح ومديد التعاون وترفضونها. اليوم يعطيكم درسا في التعامل الأكاديمي السياسي الذين تجهلونه يا دبلوماسية الرشاوى. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.